هذا الفيديو مهم بزاف وكيبين الفرق الحقيقي بين المرأة اللي كتعمر الدار وبين المرأة اللي كتخرب الدار. كنا حتى الاخر. المرأة اللي فيها الشكاوي والنقير وعدم الأخلاق ما صلحاش. المرأة اللي فيها الأخلاق وفيها القناعة وفيها الصبر هذه مرأة صالحة. القصة هنايا بدات من سيدنا إبراهيم عليه السلام، بغى يزور الولد ديالو، قعد سنين ما زارش الولد ديالو، بغى يزور، وصل حتى للدار ديالو ودق، وتكلمت له الزوجة سيدنا إسماعيل وسقساها، قال لها كيف الحال ديالكم؟ بقات كتشكي وكتبكي من الضيق ديال الحال ديالها. قال لها ملي يجي الزوج ديالك قول له يبدل العتابة. وهاد القصه هادي منا غنديو العبره. جا سيدنا اسماعيل عليه السلام، قال له واش جا شي واحد سقس عليا؟ قالت له راه جا واحد الراجل، ولكن قال لك بدل العتاب. قال له مشي في حالك، راه نتينا مطلق. طلق سيدنا اسماعيل الزوجه ديالو. والعبره من هاد القصه هادي كامله ان المراه ما راضياش بالوضعيه ديال الحياه ديالك وكتفشي الاسرار ديالك وما صبراش وفيها دوق ما بزاف، غير بدل العتاب. راه ما صالحه لك شي الخاوي. صراحة والرأي ديالي هادشي اللي تيقول حقيقي ومتفق معاه، حيت المرأة اللي معاك واللي مرأة صالحة ومزيانة غادي توقف بجنبك وغادي تزيد من المعنويات ديالك، وما غاديش تنقص منك او تطيح منك او غادي تبقى تبكي وتشكي وغادي تعطيك واحد الطاقة سلبية. بالعكس خاصها تكون عندها واحد حاجة إيجابية، يعني تزيد من المعنويات ديالك وأنها توقف بجنبك وأنها تدعمك. وهادشي هو اللي تخلي المرأة صالحة ومزيانة وكتنور الدار ديالها.